الله. احنا جينا لا تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم شحال سنينا. احنا جينا لا تقولوا ما جينا، هاد الفرحة اليوم شحال سنينا. عمرك شفتي الصباح خايف كيف فرح ياسين ما جا الاسبوع رايتنا مرفوع. احنا جينا لا تقولوا ما جينا، الفرحة اليوم شحال سنينا. ماشي رايتنا مرفوع خويا ياسين إلا مع الصيحة خويا عدنان كتسمعني؟ كنسمعك مزيان بوضوح. هاني كلشي مزيان؟ الله يحفظك خويا، نترحموا على الناس ديال اسفي الله يرحمهم. الله يرحم الضحايا ديال الفيضانات الله ديال يرحمهم. مدينة اسفي، ونتمناو المصابين نتمناو لهم الشفاء العاجل، والله يرحم الموتى وان شاء الله تكون اخر الاحزان باذن الله. نتمنوا خير ان شاء الله. الله يرحم كاع اللي ماتوا ويصبر الاهل ديالهم، وان شاء الله ما يشوفوا باس تكون اخر احسان لهم. بالنسبه لهم الخسائر كانت كبيره، ولكن هذا قدر من عند الله. ولا رد لقضاء الله صراحه. هادشي اللي كاين اخويا عندنا نتمناو الناس اللي مساكن ضاعوا في ضاعت لهم بزاف ديال الامور، لا ماديه ولا خصوصا الجانب المعنوي كيكون شويه صعيب. اما الجانب المادي كيتعوض، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. الله يرحم ضحاياهم، وان شاء الله تكون كما قلنا اخر الاحزان باذن الله. ان شاء الله الى بسيط ربي. صراحه المشاهد كتاثر في القلب بزاف، مي هذا قضاء وهذا قدر والغالب الله. وتحيه لك اخويا ياسين، عاش من شافك، الله يحفظك، ونتمنى انك تكون بخير وعلى خير. اللهم لك الحمد كاين يا شي خويا. شتيوه في كازا ولا والو؟ يلا بدات. ايوا قال لك امطار ديالي عاود الله دور يرحمنا راسك خويا، تكبط ليا مال. الله يرحمنا خويا الله عدنان يرحمنا. خويا الله يعطي ياسين علينا على عمرك قد شتي النفع. السباع؟ ها؟ اللهم امين. عمرك شتي السباع؟ لا خايف كي تخلع. واقيلا الله اعلم. قال لك هاتوا المغرب. هاتوا المغرب، راه قالوها الاردنيين صافي. سمعتو الطابع ديال الكوب. بالنسبه شوف، هذاك الشيء بالنسبه لي انا كيف ما قلت لك كنت نائما لم اشاهد مباراه المغرب والامارات. اليوم انت اللي غتكلف بالفيزيوناج ديال الماتشات بجوج، وانا كنتسنى الراي ديالك اخويا. مرحبا خويا عدنان، مرحبا. اول حاجه مبروك المغرب، مبروك الطريق السكيتيوي، مبروك المنتخب، مبروك اللعابه، مبروك لهم كاملين. هذا التاهل اللي جا عن جداره واستحقاق من بعد واحد الموسم اللي كان حافل بالانجازات. الحمد لله موسم سنه 2025 كانت ربما كنعتبرها انا شخصيا من المواسم اللي صراحه عشنا فيها الكره وشفنا فيها المنتخب يعني على جميع الفئات العمريه كيحقق الالقاب وكيحقق نتائج طيبه. ونتمناو انها اخر يعني كما كنقولوا في الاخر ختامه مسك مع كاس افريقيا، بدايه ديال الموسم في كاس العالم تكون شي حاجه اللي الاستمراريه ديال هذه النتائج ان شاء الله ديال المنتخب المغربي والمنتخبات المغربيه بصفه عامه. الحمد لله على كل حال. الفينال الحمد لله دابا حنا دزنا ليه. كتنتظرنا مباراه صعيبه مع منتخب ديال الاردن، جوج اطور مغربيه، جوج اطور اللي ما كتعتمدش على نفس الاسلوب. غادي نقدروا نشوفوا كره، نقدروا ما نشوفوهاش بكل صراحه. داكشي اللي شفت اليوم في منتخب ديال الاردن صراحه منتخب اللي ما كيلعبش الكره نهائيا، ما كيلعبش الكره. الشوط الاول شفنا واحد الاحتكار ديال المنتخب السعودي اللي كيلعبوا على الاطراف واعتماد على الكرات العاليه.
انسلالات عن طريق الاجنحه. ما عطاتش الاكل ديالها نهائيا. وخصوصا ملي كتكون عندك واحد ملي كيكون عندك مدرب راسو قاصح بحال ايرفي رونار، كيعرف يعني عارف بان المنتخب ديال الاردن لعب ب5 ديال المدافعين، ومازال كيعتمد على اللعب المباشر والكرات العاليه والتمريرات العرضيه اللي ما عطات حتى شي اضافه. وهذا الشيء كيدل على ان المنتخب ديال المملكه السعوديه ولا المنتخب السعودي عنده اسلوب واحد كينهجو في جميع المباريات. كان كينجح معاه، نجح مع منتخب فلسطين وشنا الهدف القاتل اللي تسجل في الدقيقه 115 على المنتخب ديال الفلسطيني، كيفاش جات الكره عرضيه من سالم الدوسري وكانو اللي قدر يماركيها بالراس. نفس الاسلوب كيتكرر مع جميع المنتخبات بدون استثناء. لكن اليوم جمال السلامي دار واحد الفيزيوناج ودار واحد القراءه اللي هي قراءه بالنسبه لي انا كانت قراءه صائبه، خصوصا انه عارف مع من كيلعب وضد من كيلعب، وسد جميع الخطوط وغلق جميع الخطوط على المنتخب السعودي. والمنتخب السعودي لقيناه تائه. وتار ايرفي رونار قالها في التصريح ديالو، قال بان المنتخب ديال الاردن منتخب منظم وما لقيناش الحلول قدامه. هذا فيما يخص يعني النهج ديال المنتخب السعودي. في حين المنتخب الاردني اخويا عدنان الاسلوب الدفاعي في الشوط الاول، الاقتصاد على الجانب الطراوه البدنيه. وفي الجوله الثانيه جمال السلامي غير فقط بعض المراكز ديال بعض اللاعبين، ولا المنتخب ديال الاردن كيمشي وكيلعب على المرتدات وشكل خطوره وسجل الهدف. وهذا الاسلوب هذا اللي خلاه ينجح فيه هو الاسلوب هو طريقه التعامل ديال ايرفي رونار. لان اللاعب الوحيد اللي كان عندك انت كنت كتلعب ب 4-1 واللاعب الوحيد اللي كان عندك وكنتي واخا تسجل عليك الهدف، يعني اللي كان عندك كيدير لا ريكوبيراسيون كيدير استرجاع الكره، خرجتي ودخلتي مهاجم. دونك خليتي مساحات. منتخب الاردن مشى بزاف ديال المحاولات كونتر اتاك. كانت بطاقه حمراء تسبب فيها اللاعب المدافع ديال السعوديه اللي تطرد في المباراه. كنظن على ان المنتخب ديال السلام عليكم، كيف حالكم يا اخي؟ وعليكم السلام. وعليكم والله السلام علي، انت أخي. من وين انتم؟ احنا مغاربه. انت من وين؟ من وين؟ من المغرب. على راسي على راسي، والله اني من عكرستان العراق. مرحبا بك ومرحبا على راسنا باهل اخواننا العراق. في العراق. احترامي مع احترامي. هل تلعبون؟ تحياتي يا اخي. لا نحن نحلل المباريات، ما نلعب جولات. ما هي مباراة، انا العب مباراة معكم. اثنان فيس واحد. نحن نحلل مباريات كاس. اسمع يا اخي، احنا محللين نحلل مباريات كاس العرب. ما نقدر نلعب جولات في فهمت. تمام على راسي. على راس. والله منتخبكم منتخب قوي وسيتطور. اخي ياسين، كمل اخويا. طلع عندنا الاخ ما عرفتش كيفاش ندير باش ما يبقاش يطلع، باش ما يبقاوش يطلعوا عندنا الاخوان. راك عارف جداد في التيك توك. ما يكون نكملوا. قلت لك اخويا المنتخب ديال الاردن قدر انه يلقى الحلول مع المنتخب ديال السعوديه، خصوصا في الجوله الثانيه اللي منتخب السعوديه ايرفي رونار بحال نقولوها بهذا المصطلح ايرفي رونار تكلخ. لان باش تعتمد على اللاعب اسلوب واحد ضد منتخب ديال الاردن اللي كينهج خطه ديال 3-5-2 وكتحول ل 5-4-1. ملي كتكون المنتخب السعودي مهاجم، فبطبيعه الحال
هو براسو قالها هيرفي رونار، قال لك ما لقيتش حل ضد المنتخب ديال ديال الاردن، لان منتخب الاردن صراحه منتخب منظم، واسلوب اللي كيلعب به اسلوب منظم، ومن المنتخبات اللي صراحه ما كتعرفش السلامي كيفاش غيدخل لك بالطريقه اللي غيدخل، لان السلامي في الماتش اللي قبل لعب باسلوب، وهذا الماتش لعب باسلوب. هنا كتجلى على ان السلامي عنده هذيك الفيزيوناج. حنا داكشي اللي كنبغيو عندنا الفيزيوناج. المنتخب اللي كيلعب معنا خاصنا نديروا ليه قراءه قبل ما نلعبوا معاه، وهذا هو سر التفوق ديال المنتخب ديال الاردن. وتحياتي لك اخويا ياسين. بالنسبه لي انا تبعت بعض مجريات مباراه السعوديه والاردن. الاردن لعبت على لا كاليتي دو جو ديالها. الاردن منتخب كبير، منتخب قوي، مي ماشي هو داك المنتخب المغرب، المنتخب اللي تيقراك وكيعتمد على التفاصيل الصغيره في المباراه باش انه يربحك. بالنسبه للمنتخب السعوديه كاين شويه الغرور، كتحس بان اللاعبين جايين متعالين على منتخب الاردن. كتحس بان اللاعبين داروا الماتش في كرشهم قبل ما يلعبوه. هذه سبب من اسباب الخساره. هيرفي رونار كيتحمل المسؤوليه، مي كنظن بان المسؤوليه الاكبر كيتحملوها اللاعبين، حيت ما يمكنش ليا انا عارف لا كاليتي دو جو ديال اللاعبين ديالي ويجيو يديروا العكس ديال داكشي اللي مطلوب منه. هذا هو الخطا اللي طاح فيه المنتخب السعوديه. اما بالنسبه للمنتخب الاردن لعب على لا كاليتي دو جو ديالو مع الغيابات، مع بزاف د الحوايج. من حقه انه ما يلعبش الكره، حيت كان عارف الا خرج لعب الكره مع السعوديه غادي يعمر. استخدم الحقوق ديالو، استخدم الذهاء والذكاء ديالو في لعب الكره، وقدر انه يخرج منتصف بواحد 0، وراه تقريبا نسخه طبق الاصل من مباراه السعوديه والمغرب اللي نفس التكتيك اعتمدوا منتخب الاردن. فعلا اخويا عندنا فعلا، لان حنا كمغاربه بالنسبه لي اخويا ياسين، حنا كمغاربه لينا الشرف انه يكونوا جوج اطر وطنيه من الاطر اللي كبيره بزاف واللي كنحترموها بزاف، يلعبوا ان فينال بحال هذا ديال لاكوب داراب. وان شاء الله حنا كنتمناو المغرب، ولكن الافضل هو اللي غادي يربح. انا ما ديرش لينا هاد القضيه ديال الافضل اللي غيربح. ما تدير لينا انت بحال هذاك المحلل في القنوات العربيه اللي قال لهم بحال المغرب بحال الاخرين اللي ربح. لا خويا حنا بغينا المغرب. خويا ياسين نعم اخويا، عندك شي ثقه؟ واش عندك شي شك باننا حنا ما كنستاهلوش؟ لا ما عندي حتى شي شك. حنا الافضل اصاحبي، حنا الفافوري، حنا المنتخب. باش غادي نقولوا بطريقه مباشره نقولوا بطريقه لابقه احسن، راك عارف. اخويا شوف خويا عدنان، من ناحيه واحد النقطه قلتيها ديال الغرور. اليوم شفت انا كيهضروا على سالم الدوسري كيهضروا عليه بزاف ولاعب وهذا. سي فري عنده 5 ديال لي زاسيست في هذه البطوله، ولكن اخويا عدنان بكل صراحه اليوم بالاسلوب اللي نهج وبالماركاج اللي دار عليه جمال السلامي، خصوصا في الجوله الثانيه، جاني انا سالم الدوسري لاعب اللي ماشي هذاك بهذاك الحجم اللي حنا اللي بغاو يوصلوا لينا اليوم. صراحه ما كاين حتى شي حل جا من عند سالم الدوسري، باستثناء هذيك الكره اللي فيها شك بين قوسين، فيها شك ان كاينه ضربه جزاء ديال المنتخب ديال السعوديه، ولكن الحكم خدا بزاف ديال المعايير، خدا بزاف ديال الحوايج ان ربما اليد ما كانتش في الوضعيه السليمه. بزاف ديال المعايير خداو من الحكم باش ما يحسبش ضربه جزاء. حنا ماشي شغلنا في ضربه جزاء تكون ولا ما تكونش، حنا المهم عندنا هو نوصلوا لواحد المرحله، واحد النقطه ديال ان الكره العربيه كما قلتي. واحد النقطه مهمه عندنا، راه المنتخب ديال السعوديه راه خاصو يهبط شويه كواريه للارض، لان اليوم شنا تكتيك عالي من المنتخب ديال الاردن. ومنتخب ديال الاردن رغم الانكماش الدفاعي ديالو، لكن هو خلى المنتخب ديال السعوديه
يخرج على الشعور ديالو ويدير الاخطاء. هذا الشيء اللي قلت لك انا على ايرفي رونار، ملي عندك لعاب واحد ريكوبيراتور شديتيه خرجتيه وخليتي المساحه في وسط الميدان، فهنا كتبت على انك مدرب عندك نهج هجومي ولا تفكر في العواقب. هذا الشيء اللي كان وقع لينا عندنا الا عقلتي في 2018 مع المنتخب ديال ايران. حنا كنا يعني مزيانين دوميني مضومينين وكل دوميني شيء، في طوطال الاخر الماتش. خسرنا. ولكن من اسباب الخساره راه هي هذه النقطه هذه، لان حنا راه ملي كترجع اللور راه كيبقى لك هذاك الهامش ديال ربما في كونتر ولا في كونت جوج ديال لي كونتر تقدر تماركي. ولكن ملي كتدفك كامل وكتمشي وكتلعب لو تو بور لو تو، وسورتو انت يعني في الماتش كامل وانت كتضغط وما بغاتش الكره تدخل، اشنو خاصك دير؟ خاصك شويه تلعب بالعقل، ترجع اللور، تسنى المنتخب لادفيرسير تيطلع عندك هو عاد يمكن لك تضربو بالكونتر. هذا الشيء انا اللي غادي، هاد النقطه هذه بالضبط هي اللي غتنقلني من المنتخب ديال المغرب المنتخب ديال السعوديه المنتخب ديال المغرب. الماتش ديال المغرب اليوم سكيتيوي راه اليوم صدمني. سكيتيوي بالقراءه التقنيه ديالو صدمني صراحه. واخا انا كان عندي تحفظ في المباريات الاولى ديال سكيتيوي، ولكن اليوم اخويا عندنا صدمني والله. تحياتي اخويا ياسين. انا ما كانتش بالنسبه لي صدمه. سكيتيوي دار الماتش اللي كان خاصو يدار، اعتمد لي باساج اللي كيكونوا في الماتش، حيت الماتش كيف ما كتلعبو تيكون باساج او وباساج فيد. الوقت اللي ما كتكونش عندنا الكره وكنكونوا في لي بوين فيبل ديالنا كنكونوا كنديفونديو، عندنا حارس كبير اللي كيخرجنا اقل الاضرار. والوقت اللي كنكونوا في الباساج كنكونوا فور، راه كنقضيو الغرض وراك شتي اللعب كيتلعب. بالنسبه لي بالنسبه لي انا اخويا ياسين، عندي واحد التعقيب على مباراه السعوديه والاردن. مرحبا اخويا. كنعتقد بان المغرب انه مع هيرفي رونار كانوا عنده جميع انواع الحلول، كانوا عنده الحلول الجماعيه وكانوا عنده الحلول الفرديه. هيرفي رونار مع السعوديه عنده حلول فرديه، ان فوا كتسد عليهم كيتبلوكا. بحال دابا نعطيك مثال، اليوم سليم الدوسري راه لعاب، راه صراحه راه لاعب كبير، مي مني دار عليه البلوكاج كان اقل حاجه يعتمدوا المثلثات ولا المربعات. جوج اللاعبين الظاهر وسط الميدان يقربوا ليه، يلعبوا الكره في المنطقه ديال الجنب باش يقدروا يحرروا. هذاك الشيء ما شفناش. كانوا كيعتمدوا عليه على اساس انه ميسي. راه هذا هو اللي هو بغيت الفرق اللي كاين بين المغرب والسعوديه. هذا الشيء اللي قلت. حنا عاوتاني المنتخب الوطني المغربي ديال 2018 كيبقى احسن من المنتخب السعودي الحالي. وبزاف عندنا ما نقارنوش بيناتهم بكل صراحه، لان كما قلتي واحد النقطه كان عندنا بصراحه، كان عندنا الحلول الفرديه والحلول الجماعيه وكان عندك كل شيء بين يديك، ولكن ما كانش عندك مدرب. ما كانش عندنا الحظ. ما كانش عندنا الحظ وما كانش عندنا حتى مدرب، لان بكل صراحه الحظ كان واخدو ياسين. ياسين الحظ وهذاك خويا ياسين بالعوده لمباراه المغرب والاردن، هذاك الشيء اللي كان خاصو يدار في الماتش راه دار بلا تفلسيف بلا زياده بلا نقصان. منتخب الاردن منتخب الامارات خرج انه يلعب الكره، ومع المنتخب الوطني بجميع الفئات ديالو واخا تلعب مع ديال الايكانز خرجتي تلعب الكره راه غادي تخلص. حنا ماشي سذاج لديك الدرجه. لا فعلا انا متفق معك اخويا. عندنا كاين واحد القضيه في الماتش ديال المغرب، الا قدرنا نقسموه لجوج الاشواط. الشوط الاول المنتخب المغربي كان كيعتمد بشكل كبير على المساوي وعلى بولكسوت. ملي كيشدها بولكسوت في الجهه اليمنى كنشوفوا ان اول واحد كيدخل لا سيرفاز ديال او منطقه العمليات هو طنان ووليد ازارو، بالاضافه الى زحزوح. ملي كيشدها المساوي في الكوتي غوش كنشوفوا كيدخل دائما البركاوي ازارو وزيد عليهم حتى هو طنان. الا كان متاخر ما كيدخلش لا سيرفاز دو ريباراسيون. ولكن هادشي هذا اللي كنقول لك
عطى الثمار ديالو، لان في البيت ديال ولا الهدف اللي ماركا المغرب راه جات كره عرضيه من المساوي، ازارو مشى دار لابيل دو بال في البروميي بوطو، جر معاه واحد لو ديفونسور ولا جوج ديال لي ديفونسور، كره مشات عند البركاوي، طلع دار واحد لاطيطونط ماركا. يعني هاد العمليه بقات كتكرر حتى جبنا بها البيت، وفاش جبنا بها البيت بقات كتكرر يعني مرارا وتكرارا حتى سالينا بروميير ميطون. علاش هاد العمليه؟ لان كتعيي الاظهره ديال الخصم ديالك ديال الامارات، عييتيهم. ملي كيشدها المساوي وملي كيشدها بولكسوط، راه اون فوا كتكون عندك الكره انت محركه، يعني ديما عندك البركاوي كيهرب لك من لا دروات ولا الزحزوح كيهرب من لاغوش. دوزيام ميطون انا كنت متفاجئ من دوزيام ميطون ان مثلا المغرب غادي يبقى متبع غيبقى لاعب بديك الطريقه، ولكن رجع اللور وخلى الكره المنتخب ديال الامارات. ولكن غنقول لك، ولكن الا قلتي لي علاش، غنقول لك لان الامارات لعبه 120 دقيقه ضد الجزائر وخاسره، وخاصه ترجع في النتيجه، دونك غادي تلعب لك لو تو بور لو تو. انت درتي ليها يعني بلوك وخليتيهم وما خليتي لهم الكره، قلتي لهم هاكو لعبوا بالكره، شكلوا عليك خطوره في مناسبه وحده هي فاش جبده بن عبيد، لقطه وحده اللي كانت هذيك ديال بن عبيد. ولكن من بعد المغرب كان ديفونسيفمون كان واقف، كان سوليد. اما هما المنتخب ديال الامارات عياو، مشاو ولا دروات مشاو لا غوش، ما خلاو ما داروا. في الاخر درتي لهم شونجمون ياسين. واخويا تحياتي لك اخويا ياسين. بالنسبه لهادشي كامل الهدف ديالو كان هو هذيك ال10 دقائق الاخيره، غير طبعا غياب بدني غادي يتحكم حتى في المباراه. هذاك الشيء علاش انا جايك في الهضره، قلت لك ان المغرب دار لي شونجمون، دار 3 شونجمون في دقه واحده، اللي خرج منهم انس باش اللي كان ناقص شويه، خرج سميتو ما عقلتش شكون اللي خرج، كان خرج انس باش وخرج ازارو، وشكون الثالث ما عقلتش شكون اللي خرج. هاد الشونجموات هادو هما اللي قلبوا لك الماتش. المهداوي فاش دخل دار لا ديفيرونس، حمد الله فاش دخل دار لا ديفيرونس. الكره كانت كتمشي بلي كونتر بواحد الطريقه زوينه صراحه. لي شونجمون ديال سكيتيوي والاسلوب اللي كان لعب به سكيتيوي في دوزيام ميطون، واخا ما يعجبش بزاف الناس، ولكن هذا هو الاسلوب اللي كان خاص يكون، لان منتخب جاي من 120 دقيقه وخاسر بروميير ميطون بواحد لزيرو، غادي يدفق عليك كما قلت يا خويا عندنا، غادي يدفق كامل، غادي يجي عندك باش يقلب على البيت، غادي يقلب على ليغاليزاسيون، ولكن انت غادي تبلوكي بلي كونتر. عييتيهم مزيان، درتي شونجموات، دخلتي ضربتي الثاني والثالث، سالينا. تحياتي لك اخي ياسين. شوف بالنسبه للطريقه اللي لعب بها سكيتيوي، كتبقى الطريقه الامثل، اعتمدتي على لاكاليتي دو ديالك واعتمدتي نقاط الضعف ديال الخصم ديالك، سيبريتيهم ومشيتي فيهم. المفاجاه اللي كانت عندي انا من اللقطات اللي كنشوف دابا قدامي هو ازارو دار واحد الدور كبير في سحب قلبي الدفاع. برافو عليك. وفي لاعب الكره كان مهاجم وهمي اليوم اكثر من انه كان راس حربه اللي كان خاصو يكون. بحال حمد الله بحال ازارو تسبب في مشاكل كبيره للدفاع ديال الامارات وخدم الكره. هو محدود تقنيا، ولكن تكتيكيا الدور اللي دار راه قليل اللي غيكون لاحق. راه كان كيدير لي زابيل دو بال ملي كيكون الكره عند المغرب، كان كيدير لي زابيل دو بال ماشي في العمق ديال منطقه العمليات، ولكن كان كيمشي للجناب وكيدير لك تما لي زابيل دو بال باش يجرى اللعابه، باش يحل المساحه للطنان، باش يحل المساحه اللعابه ديال يا اما زحزوح ويا اما البركاوي. وهاد العمليه تكررت حتى هي بزاف ديال المرات. اللي قلت لك اللعيب اللي نسيت اخويا عدنان ودخل وكان ان شونجمون اللي هو واعر، اللي هو بنتايك اللي دخل بلاصه الزحزوح، لان الامارات في واحد الوقيته راه شدوها في لو كوتي ديال المساوي ما بقاش قاد على انه يمشي بوحدو
مع جوج ولا ثلاثه ديال لي جوار اللي كيمشيو حيت هما كيبنيو الهجمات ديالهم كلهم ادروات، فزاد والزحزوح ما بقاش كيعاون ديفونسيف معيا. دونك اشكون كان خاصو يدير؟ كان خاصو يخرج يساكريفي باش انه يخرج الزحزوح ويلعب لاتيرال واحد اخر اللي هو بنتيك. وراه مني دخل بنتيك راه امارات داخل ما عرفوش منين يدوزوا، ولاو كيقلبوا عاوتاني يمشيو للكوتي دروا ديال بولكسوت. داروا بزاف المحاولات بجهه بولكسوت لان سكيتي وسد عليهم في الكوتي دروا جهه المساوي حيت حط لهم تما بنتيك. هاد اللقطات هي مهمه، وهنا كتبان اخويا عندنا الخدمه ديال لونطرينور اللي كيقرا الماتشات، لونطرينور اللي عنده واحد القراءه. ماشي اي مدرب يقدر يغامر في دوزيام ميطون ويخلي الكره عند لادفيرسير ويمشي بلي كونتر واخا ما كانش عندك لا بوسيبيليتي انك تماركي، ولكن انت درتي لي شونجمون. فاش درتي لي شونجمون قدرتي انك تماركي. هذاك الشيء اللي كاين اخويا ياسين. وبالنسبه للمنتخب الامارات ماشي شي منتخب صعيب في القراءه ديالو، ما كنظنش انك غادي يحتاج الانستاف اللي كبير باش انه يقرا لك منتخب الامارات، حيت كيعتمد لعبه وحده. الا لاحظتي انهم نفس الطريقه كيسجلوا بها، كيمشيو كيسيبليو الهجوم ديالهم في كوطي دوات وتمريره العمق المعترك العمليات، وكيجي لاعب كيضرب. ماركاو بها ضد الاردن، ماركاو بها ضد الجزائر، وماركاو بها ضد مصر. هذه هي اللعبه الوحيده اللي انهم كيقدروا ينافسوا بها. ماشي شي حاجه زعما اللي باين اش غدير. مي الذكاء اللي كان كيف ما قلتي هو في الزعامه في التغييرات. الزعامه كما قلت اخويا عندنا في التغييرات. وحتى المنتخب ديال الامارات لي كاليتي اللي عندهم انديفيدويال شكون اللي خالقين هذوك الاجانب اللي كيلعبوا في المنتخب ديال الامارات، البرازيليين، الارجنتينيين، لي زيترونجي اللي كاينين في الامارات هما اللي خالقين هذيك لي زانديفيدواليتي. راه واحد الكره في بريمير ميطون هذاك اللعاب ديال الامارات كون دوزها لبرونو، هذاك برونو هو نيت كون دوزها الجهه الاخرى كانت غتشكل عليك خطوره، وربما كان يماركيو عليك البيت الاول، ولكن هو طمع وبغى يقلب وبغى يضربها بوحدو. هما عندهم هذوك لي زانديفيدواليتي. هذيك اللقطه اخويا ياسين خاصنا نتوخاو منها الحضار في الفينال مع الاردن. هذيك نقطه ضعف كبيره كيفاش انهم قدروا يخترقونا من الخلف. هذيك اول هجمه واخر هجمه منظمه دارتها الامارات. السبب ديالها هو ريسك كبير. هذاك دابا واحد القضيه اخويا عندنا دابا الشيء مني عندك انت لاعب باش ولاعب حريمات افونسي. باش هو اللي كيدير لا ريكوبيراسيون في ميليو تيران. راه ملي كيشدوها هذيك الكره بعد هذه الكره هذه اللي كنهضروا عليها، راه كيفاش دازت من الميليو تيران بهذاك الفراغات الكبيره اللي كاينه في ميليو تيران ديال المغرب، وزاد بها هذيك الامطار كلها. وشكون اللي دابا المشكله ما بقاتش في هكا. المشكله شكون اللي جاي باش يدير عليه لا كوفرتور ابار بوفتيني؟ شكون اللي جاي لاتيرال غوش ومخلي بلاصتو خاويه اللي هو المساوي، جاي كيبغي يدير عليه لا كوفرتور الاخر كون دوزها غتخرج على لا ديفونس كامله. بعض المرات حتى العقل كيلعب دور كبير. فديك الكره ملي شفتي البوفتيني يجي عنده ما تمشيش انت ما تمشيش لعند لاطاكون، خليه منه البوفتيني وبقى في البوست ديالك. ولكن مرات مرور الكرام الحمد لله. دي فوا باسي الخطا بدا قبل ما يوصل للميليو دو تيران. بدا الوقت اللي كانت الكره كتدرج بين اللاعبين ديال الامارات في الخلف، لاعبين الدفاع. مني كنشوف بان لاعبين المنتخب المغربي ديالنا كاملين دايرين واحد لابريسيون باش يفتكوا الكره. كنجي كنشوف اللاعب ديالنا الظاهر اللي كان تما بولكسوت ما طلعش حتى هو يبريسي، بالعكس كان خايف من الجناح ديال منتخب الامارات وبقى واقف عليه تما. هذيك عرفوا يستغلوها الاماراتيين بما ان شي يقول لها الظاهر ديالنا ما طلعش يبريسي والجناح سحبوه.
واللاعبين ديالنا مسحوبين بريسينغو، لعبوا قرروا انه بلاصه باش يمشيو للجناب يلعبوها الوسط. وهي فكره مزيانه ان الظهير ديالنا ما يطلعش يبريسي، يبقى مع الجناح يخاف منه، مي يكون واحد التامين في الميليو. التامين في الميليو هو اللي ما كانش. قدروا انهم يخترقونا بجوج تمريرات. التمريره الاولى المنتصف بقوه بدنيه، التمريره الثانيه لقى راسو فاصا كارديا. وعندنا لاعب المساوي مسحوب من الفوق. هي العمليه كلها فين كانت في هذيك حيت لا سيركولاسيون دو بال في المنطقه ديالهم، خليهم يثيروا لا سيركولاسيون حتى الا ما درناش حنا داك البريسينغ. كما قلت اخويا عدنان، المشكله فين كاينه؟ المشكله هو ان هرسوا لك لالين ديال الميليو تيران، هرسوها لك كامله، هرسوا لك حيت انت كدير بريسينغ بحريمات بطنان وكتخلي باش بوحدو. راه تهرسات لالين الاولى والثانيه، تهرسوا كومبليتمون صاحبي، مشاو بجوج. غير اللعاب اللي مشى بالكره، راه هذه اللي خاصنا نحمدوا عليها الله. اللعاب اللي مشى بكره، ما واخا انه كروشه وعاود كروشه، الحمد لله ما عطاش ديك لاباس لهذاك اللعب اللي جاي من الخلف واللي كان عاتب عليه انا هذاك المساوي. ولكن القضيه ديال البريسينغ، الا ما كانش الانسان كيعرف يدير البريسينغ، كيمشي كيوقف على اللعاب وما بحال دابا بولكسوت، انا ملي كيمشي كيدير البريسينغ ما كنخافش منه، كيمشي يدير البريسينغ كيوقف ما كيقلبوش. ولكن الا مشى المساوي راه غير كدير ليه ها كدوزو سورتو غتخلي يخلي لك ورا ظهرو خاوي. وهنا فين كاين الخطوره. عنده مشكله خويا ياسين، عنده مشكله في لا ديفونس دو زون، ما كيعرفش يدير ان ديفونس زون مزيان. ما كيف ما تنقولوا ما كيديرش لا فيزيون ديالو على التيران، ما كيشوفش شكون اللي وراه. كيدير بحال هكا. هو كلاعب هجوميا مزيان، ولكن دفاعيا كارثه. هجوميا مزيان، هجوميا الا كنتي لاعب مع منتخب اللي غادي يلعب لك، الا غيلعب لك منتخب اللي غيلعب لك البلوكبا، مساوي اللي خاصك. ولكن ملي غادي تلعب مع منتخب اللي بحال دابا دوزيام ميطون، فاش شافوا سكيتيوي بانه بدا كيعيا ودخل عنده بنتايك باش يعاونوا، راه مساوي خاصك تعرف بانه ان جوار اللي حتى في البوست ديالو. انا بعدا انا بكل صراحه مع احترامي للمساوي ما كيقنعنيش في البوست ديالو كديفونسور. حتى ملي كيبغي يخرج بالكره، كيخرج بالكره بالعرض، ما عمرو خرج بالكره في لا لين دروات، فهمتي؟ ديما خارج بالعرض، كيخرج الكره بالعرض. تحياتي خويا فؤاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك معنا سي فؤاد، تبارك الله عليك، مرحبا بك. قلت لك ما كيعرفش اخويا عزيز يخرج في لا لين دروات، ديما المساوي كيخرج عرض، يا اما يخرج عرض كيردها ويعطيها لا ديفونس، ماشي بحال لي زارير لاتيرو اللي كيخرجوا الكره وكيزيدوا بها. هو مغامر ملي كتعطيها ليه فوت الميليو تيران، ولكن الا عطيتيها ليه في لا ديفونس كتخاف يحيدوها ليه. انا بصراحه ملي كيشد المساوي في لا ديفونس كنخاف انا يحيدوها ليه. باش تقول المساوي انا ما كنامنش به دفاعيا. نجيك من الاخر اخويا ياسين، ماشي لاعب اللي غادي يصلح لينا انه يلعب معنا دفاعيا. هجوميا مرحبا. ما يمكنش ليا انا في منتخب وطني نلعب لاعب ما عنده مشكل في ديفونس انديفيديال وما كيعرفش يدير ديفونس زون. وحتى في الماركاج ديالو ما الماركاج ديالو. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما شاء الله خويا فؤاد، يا مصحة عندنا الكلام بخير. الله يبارك فيك. الحمد لله خويا العزيز. تحية طيبة. الله يحفظك اخويا فؤاد. خويا فؤاد كي جاكم المنتخب ديالك اخويا في الماتش ديال اليوم؟ لا كاين واحد الانسجام، كاين واحد الروح القتاليه، كاين واحد جرينتا، كاين يعني اي لاعب حاسب بالمسؤوليه ديالو، عارف شنو كيدير. حتى المدرب يعني مدرب سيفير، ماشي كيلعب، ماشي شي واحد اللي يعني عارف الكره وديجا داز محترف وديجا قاري، يعني قاري المبادئ ديال الفوتبول.
كتبان لك اللمسه ديال المدرب من خلال اللقاءات اللي دازوا. فعلا اخويا فؤاد، هادشي اللي قلت لي لخويا عدنان، قلت ليه بان في دوزيام ميطو كيفاش داروا دوك لي شونجمون، يعني صراحه مدرب اخر ما غيقدرش يغامر بدوك لي شونجمون، سورتو انك تخرج زحزوح ودير وتخرج انس باش وتخرج سميتو طنان وليد ازارو اللي كانوا دايرين ماتشات مزيان. تخرج طنان اوسي. حتى طانا نخرج كنهضر انا على لي تروا برومي شونجمون. وتزيد هذاك تولي لاعب انفو اللي هو بنتايك، ولكن او ميم طون راه كيعاون في لا ديفونس. صراحه انا عجبني المدرب. انا كنناقش دابا مع عدنان، كنناقش غير واحد النقطه ديال كنهضروا على المساوي ديفونسيفمون، ما يعني بصراحه ان جوار عادي جدا، ولكن اوفونسيفمون مزيان. المساوي لعاب ديال البطوله سيتو، خلاصه القول لعاب ديال البطوله. بنتايك احسن منه، كان يدي لعاب اخرين اللي كاينين في البطوله. انا نفضل بوشتا عليه. بوشتا مزيان، بوشتا سي ان تكنيسيان، واخا عنده ديفونسيفمون ناقص. بوشتا كيبينيتري بالبالون، ما كيخافش. صح. الا لاحظتي حتى من العام اللي داز، ملي كانت الوداد، يعني كانت الوداد شويه ناقصه، وكان كتشوف بوشتا يعني من الناحيه الهجوميه كان كيدخل بالكره وكيسونطري مزيان، غير هو ديفونسيفمون ناقص شويه، واني كيبقى احسن من المساوي. احسن منه اخويا عدنان، اخويا فؤاد، على جميع الخطوط. وكان انا بالنسبه لي اخويا فؤاد وخويا عدنان كنت دا غير واحد اللعاب، هاد العام هذا بالضبط دا جوج ديال الالقاب. كنت دا غير فؤاد الزهواني. الزهواني راه بغيت نهضرك على الدريري الصغير، مازال صغير. وحتى اللياقه البدنيه ديالو يعني تساعدو يلعب 120 دقيقه. كيلعب 120 دقيقه. والعام اللي دا جوج الالقاب هاد العام راه دا الشان ودا كاس العالم ديال U20 وي. وحل من الحلول في الميليو دو تيران بايا. دابا السكيتيوي يلعب على شويه د العاطفه. كنلعب مع المساوي يمكن العام اللي داز مع بركان، باش كان مع بركان كان مع المساوي ياك، كان مع المساوي وكانت دا به لا كوب دافريك، ويعني تبادر على داك ليكسبيريونس ديالو، يعني او نيفو ديال كاس الكونفدراليه او نيفو دا البطوله معاه. قال يمكن هو هذا اللي غادي يحل المشاكل ديال الجهه اليسرى. وني حنا دابا كنبقى الجهه اليسرى ناقصه شويه، يعني باش كيكون بنتايك كنكونوا مرتاحين بارابور ديفونسيفمون على حساب المساوي. لاحظتيها سي عدنان ولا لا؟ ملاحظه اخويا لاحظتها من الماتش الاول، ماشي من الماتش الاول وي، من البريمي ماتش. كاين السيسي دابا المشكل السيسي كيدخلوا رسمي، ما فهمتش انا. وحتى واحد النقطه هو كفكره. نعم اخويا عندنا كفكره ان المساوي هي كفكره ان المساوي بقى يدخل رسمي ما خايباش مزيانه. اول حاجه كتعطي الثقه للاعب وباش يحافظ داك الكولوار ديالو. غا هو المساوي نعس بزاف، الاخطاء كيتعاودوا كل ماتش، بحال كنقولوا عيق علينا بزاف. لا بزاف، حتى باش كيسونطري كره كتشوف زحزوح كيتقاتل كيمشي حتى كيطلع بها حتى لجهه السونطراج، كيعطيو باش يسونطري، ما كيسونطري، ما كيبينيتري في الكاري 18، ما كيدير حتى حاجه. يعني كتوصل له كره كتضيع. لاحظتيها ولا ما لاحظتيهاش؟ الموضوع ديالو في التيران كيف ما كتشوف فؤاد، حتى الموضوع ديالو هو في التيران كيبقى في بلاصه وحده، طالع هابط شاد ديك لوطوروت عندو في ديك الجهه، ما كيدخلش للميليو يعطيك حل ملي كتكون تهاجم، وما كيرجعش يديفوندي. هذه هي مشكلته. واحد القضيه دابا يلا هضرت بها خويا فؤاد مع خويا عدنان، هو ان المساوي ملي كيشد الكره هو يعني في بوزيسيون دو بال، يعني المنتخب شد الكره وعطيناها للمساوي، ما كيمشيش في لا لين دروات، ما كيبقاش ما يشدش كره ويعطيها لك مثلا مع الخط يدوزها لك ولا شي حاجه. ضروري خاصو يجرها ويعطيها دياغونال. ما لاحظتيش اخويا فؤاد؟ لاحظتها والله.
لا ما كيعرفش ما يدير بها. هو كيهرس لك حتى دابا حتى الهجمه الا كانت خاصه شويه ديال السرعه كيتقلها هو. انا اليوم صراحه المساوي ما نهضرش عليه اليوم، دار ان سونتر عنده باس ديسيزيف ما نهضرش عليه. انا الوحيد اليوم اللي غنقدر نهضر عليه ونكريتيكيه شويه سورتو في لو جو ديالو هو انس باش. ما عرفتوش انا نخطر واحد عليه. اسمح لي سي ياسين، انا واحد اللي ما عجبنيش وما كيعجبنيش وعمرو عجبني. وقيلا عرفتو شكون؟ شكون اخويا؟ ربيع ازارو. ازارو. واخا اليوم راه دار بون ماتش. ما تاكتيك ما فهمتش هذاك السيد، عنده واحد اللعب عرفتي ماشي سيفير، ماشي شي واحد سيفير في وسط التيران كيبان لك يعني كومباتيف، كيبان لك بحال شي واحد عرفتي محلون في وسط التيران والله. وشي هذيك الكره اللي زقل عطاها ليه بولكسوس مقشره. انا نفضل انا يعني بلاصه سكيتيو ما نعيطلوش ديفينيتيفمون، كاين ما احسن منه في البطوله هو دابا الوطنيه. دار لو كاين شوا أخويا سكيتي خويا فؤاد كما آه، قلتي استخدم بزاف ديال العاطفه واستخدم بزاف ديال المسائل باش يعيط للعابه، ولكن الا جينا بالنسبه لي انا كيبقى رايي الا جينا لونسومبل ديال الماتش اليوم سميتو ازارو دار ماتش زوين تاكتيكمون. اما هو تاكتيكمون فوالا. اما هو عدنان كما قال قبيله كنا كنهضروا قال لي بان سميتو هو محدود، اللعب ديالو محدود، لا ما عندوش. ما تعودش عليه مع شي مع الاهلي راه كان زيرو. اه مع الاهلي راه لعب معاهم تقريبا شي 10 د لي ماتش ما مركع حتى بيت، ما دار حتى باس ديسيزيف. راه كانوا بغا كانوا وقت ما يدخل يقولوا لي هذا واخا تعطيها لي قدام بوطو يسقلها واه. دابا ازارو لعبنا على لاكاليتي الوحيده اللي عندو اليوم، لاكاليتي الوحيده اللي عندو يسحب قلب الدفاع. دابا خويا حاجة أخرى ما كاينش. داك اللي دا الهداف ديال الشان سميتو الهداف ديال الشان مليوي. علاش ما داش؟ مليوي لا موعت هذاك بليسي. بليسي. راه كان هو باغمي لي جوار اللي كان خاصهم يكونوا صراحه. ما صحابيش انا بارك بليسي. الله دري زوين كيلعب زوين. داك هو كويري من صغرو المليوي يكون هاني كيفاش؟ يكون هاني قال لك هو كويري من صغرو. لا البليوي زوين كيلعب هو كان هو بدا في كازا ياك؟ ولد كازا هو ولد انس راه قرا معاه ياك هو مشى ورا ابو صوتر وانت هربت لك جلده. اش غنقول لك، الله يعفو علينا من اللي قاموا. معليش. واخويا عدنان راه سميتو البلايلي ومشى لي كامو ومشات لي لا كوب دي موند. فراسكم شباب سيباستيان فاصل غالير. هو تا شباب ماشي كون هو تا شباب ماشي سيباستيان غالير ديال لا كوب ديفوار. تا هو بيلعب، تا هو مشى، تا هو بليسي. تا هو مشى لي كامو تا هو. هذه هي وقيتها فين حكيمي صافي شويه غادي لا جو بونس انا حكيمي بروميي ماتش لو بروميي ماتش جو بونس غيقدر يكون يلعب هذيك 20 مينوت 15 مينوت الاخرى مي غامرش به من البدايه جو بونس لان انا شفتو اليوم في ياسين. نعم اخويا حكيمي تا البروميير ماتش ما حلوش يلعب في لي فاز دي كروب. لا هو دابا المشكله خايا راه كاين واحد غادي يوقع لنا، خايف يوقع لنا بحال لا كوب دافريك اللي دازت. كان مزراوي بليسي وكنا مزيانين بعطيه الله وحتى الدوزيام تور وعاد دخل مزراوي بلاصه عطيه الله ومزراوي هو اللي خرج علينا هذاك يعني مع الماتش وي والروتور ديال لا بليسيور شتي هو اللي هرس الرجل البيت الاول ديال جنوب افريقيا. يعني باش كترجع من لا بليسيور راه ماشي سهله ترجع انت بلا بليسيور في ماتش ديسيزيف وما عندكش في رجلك من قبل. اكزاكتومون راه اصعب حاجه.
وإلا مشى خويا فؤاد. ومزراوي باش كيكون لاعب اريير دروا راه كيدير دي بون ماتش، فوالا. وتمشي انت مزراوي تلعب فيه 3 ماتش ويدير لك دي بون ماتش وتأهل به، والدوزيام في الدوزيام تور تخرجو وتدخل حكيمي، راه صعيبه، راه حتى هو بسيشيكمون غادي تهز. ولكن واحد القضيه خويا فؤاد، دابا انا حيت عدنان قال لي ما غاديش يلعب في لي فاز دو بول ياك، ولكن راه انا سمعت لويس انريكي فسولو واحد الصحفي قال ليه واش حكيمي يقدر يلعب لو بروشان ماتش، جو سي با كان واقيلا لاعبين مع تولوز البارح لا قبل الماتش ديال البارح. والبارح ما كانش في التشكيله، البارح ما كانش سام لا كونفوكي كنهضر لك انايا قبل الماتش ديال البارح كانوا مع سولوه. تولوز، الماتش اللي تعادلوا فيه. وي قال لي واحد الجورناليست قال لي واش حكيمي صافي راه بان لينا بانه كيجري وهذا، واش صافي غتقدر تكونفوكي؟ قال لي حكيمي الي بري، مي انا ما غاديش نغامر به، ما غاديش ندخلو كاع في لا ليست ديال لي جوار اللي غادي يلعبوا، حيت المنتخب ديال بلادو هو الاولى. قال لي حيت المنتخب ديال بلادو هو الاولى. دونك جو بونس كو حكيمي يقدر ما يلعبش، نقولوا كاع ما يلعبش في لو بروميي ماتش، ولا يقدر يلعب 15 دقيقه في لو لا بروميي الا ماتش لعبوا باش بحال ياخذ دابا شويه داك ديال. الا لعبوا واحد 10 مينوت ولا والماتش الثالث يلعبوا بحال دابا يلعبوا دوزيام ميطون باش يكون واجد في الدوزيام تور. دوزيام تور اكزاكتومون. ولكن خويا عدنان راه واحد القضيه، الشيء هذاك لو كوتي دروا ما تخافش منه، عندك الحاج تما، الحاج مزيان كون مزراوي مزراوي الحاج مزراوي. لا هو في شوف الحقيقه كاع لي كوطي ما تخافش. الشيء دابا مع حكيمي كيطلع بزاف، والله من الاحسن يلعبوهم بجوج، واحد ارير وواحد لاتيرال، واحد إيلي. واحد يطلع ويهود. دابا عنده ما يقدرش يحط دياز. انا كيبان ليا بنادم كينتقد في دياز بزاف، ولكن دياز ملي كيدخل مع الريال كيدير داكشي اللي عليه، راه اللعيب ماشي في دياز، حتى مع المنتخب مزيان. واش مع المنتخب ما كيلعبش مزيان؟ لا كيلعب، انا كيبان ليا كيلعب مزيان. دابا هادو غير داك الصحافه ديال البرقه هما اللي كيهضروا. دياز بالنسبه لي انا واحد الحل من اكبر الحلول اللي عندنا في المنتخب. كاينين عنده حلول اللي نورمالمون ما عمرنا جربناها، اول مره غنشوفوها مع دياز. سير كيفكر تفكير اسباني، ما كيفكرش التفكير ديالنا حنايا. الا لاحظتي ملي كتكون عنده الكره كل مره ملي كيجرب انه يلعبها يدخل، يعني الوحيد اللي كيبغي يدخل سبيس. قارنوا نتايا مع الزلزولي في لاكوش ودياز في لا دروات، شكون اللي كيعطيك الحلول بزاف؟ راني نجاوبك اخويا فؤاد، نقول لك واحد القضيه. انا بالنسبه لي كاع اللعابه اللي كيلعبوا على الباندا ياك وما كيدخلش لك لا سيرفاس، قليل فيك يعطيوك الحلول، حيت الباندا يمشي معاك في الباندا ويسونطري. اما اللعاب اللي كيلعب بحال دياز اللي كيشدها يبغي يلعبها في لا بروفوندور، ولا يبغي يلعبها في وسط الكاري بالثنائيات ولا بهذيك الثلاثيات، راه هادو هما لي جوار اللي كيعطيو الحلول. دابا المشكل دابا انا كنشوف هنايا بحال دابا هنا في فرنسا كنحضر في دي ماتش ديال ليغ 1 ولا كنحضر في داك الناسيونال، كنشوف المدرب كيفاش كيتعامل مع اللاعب، سورتو داك اللعابات ديال لي زيلي. شنو كيقول له باش كيكون شاد الكره؟ كيقول له كان كيلك شوز، كان كيلك شوز، سوات كانيك ماشي ضروري تبركي، كان ربح كورنير، ربح فوت، ربح هادي، فهمتيني؟ راك دريبلي جاي يطيحك برا من الكاري، غيتصيد كوفرون، راه محاوله للتسجيل، صيدتي كورنير راه محاوله للتسجيل، فهمتيني؟ انا غير ما تضيعش الكره ديالك. وحتى هاد النقطه خويا فؤاد راه كان عقلتي فاش كان عند معنا واحد خليلوزيتش وقيله في لاكوب دافريك ياك عدنان، لاكوب دافريك 2021 فين كان معنا خليلوزيتش باش خرج علينا، باش خرج بوفال. جا عند بوفال تيقول ليه ما تقلبش ليا حدا ميليو تيران ولا حدا لا ديفونس،
قلب لهيه قلب حدا في الكاري الكاري باش تصيد شي حاجه، الا ما تصيد شي صيدتي حاجة. كورنير تصيد فوت صيد فوت، صيد بينالتي. ولا بيلانتي. وهادو ما بيني وبينك اخويا فؤاد، كما قلت لك انا اللعاب اللي كيلعب على الباندا، ما عرفتكمش واش غتفقوا معايا ولا لا. اللعاب اللي كيلعب على الباندا وكيمشي كونسونطري. وكيقلب انا ما كنتفايلش به. اما اللعاب اللي كيدخل كيعطيك حلول في العمق، هذاك اللعب هو ديال اللي خالد فوق. البيض. هذاك عنده حل واحد، هذاك لعاب كاع ايوا لعاب شي يلعب على الباندا ويسونطري، لعاب عنده حل واحد، صافي غادي يعيق به لادفيرسير غادي يسد عليه. بصح خاص ضروري في هاد لاكوب دافريك. وخص يكون عندك واحد القناص تما، واحد لافون سونتر اللي غير تطلع له كره خصو يماركي. الا ما كانش عندك لافون سونتر تسونطري بالتالي ما كاين حتى شي حاجه. ونورمالمون اخويا فؤاد وخويا عدنان، نورمالمون الخوت راه انا بالنسبه ليا لو سول اللي يقدر يكون تيتولير والارقام ديالو كتهضر هو ايوب الكعبي. لا هو إلا يكون مشى دار. تيتولر، ايوب الكعبي يكون تيتولر 100%. وناحي لا عرفتي علاش فؤاد؟ حيت اخويا الا مشى دار النصيري ولا دار رحيمي مزيان، يقدر يصيد لك بيلانتي، يقدر يدير لك، ولكن نصيري ما يصلحش في هاد الماتشات. نصيري عندك الحل الثاني. نصيري والله ما خاطر يمشي يسرح. دخلت عليك بالله واش هذيك اللعبه خاصك عليه في راسو عارف الله يمارك. هو راه عندك اخويا فؤاد، واش هذاك لعابه صاحبي والله واش تدي الشرقي البحري وما تديش هذاك. عرفتي راه كاين مصيبه صاحبي. اخويا فؤاد، راه كاينين لي زولترا ديال اللعابه، راه نصيري عندو لي زولترا ديالو. راسك اخويا فؤاد. راسك. حنا كندافعوا على الرايه الوطنيه، حنا اخويا فلا هذا رايي. حنا بوغ لو بيان ديال سميتو. راه الا ما ديناش لا كوب دافريك هذا العام راه عمرنا نديوها اكزاكتومون. وين الا ديناها هذا العام غادي نفكوا العقده ديال لا كوب دافريك وغادي نمشيو. راه الا ديناها غير مره راه حنا المره الجايه راه نديوها. راه هي اللي وحلنا عرفتي وحلنا في الحلق. وكنخسروا شي يقول له كنمشيو تالا كنكونوا مزيانين، وكنخسروا بواحد الطرق اللي مكلخه كاع بزاف. وصاحبي راه في الشيء العام اللي كنا غادي نديوها في 86 كانت في افريقيا، شي في افريك يا ربي كانت في مصر. 86 كانت في مصر، والمغرب تكاليفيا الدومي فينال يلعب مع مصر، ومصر كان عندها داك طاهر ابو زيد عنده 2 كارطون جون، كان ما كانش عنده الحق يلعب، وجاو المصريين طلبوا من المغاربه باش يلعب والمغاربه وافقوا. راه فاريا هو اللي عطى لاكور باش براهي طاهر ابو زيد يلعب ديك الماتش، وصدق هو اللي ضربنا البيت. يلا ولكن اخويا فؤاد باش يماركي عليك بيش من كونفرون ان ديريكت راه بزاف. لا ديريكت هذاك. انا اللي حيت انا ديريكت 95 ديريكت اللي تقال لي كونفرون ان ديريكت. لا عاودتها الاربيت ما هزش يدو في سميتو حتى الكفرون البيار دخل فيه واحد الدخله عرفتي كان داير راسو. انت كنا نديرو قبل واقيلا كنا نديرو في 88. لا 86 كان خاصنا نديرو في 88 وكان خاصنا نديرو في 88 الاربيت راه نضمنها وخرجنا مع الكاميرون. كان عيسى حياته هو اللي دار الاربيت. اول عام لعيسى حياته في كرئيس ديال الكاف. بطبيعه الحال بغيتي الكاميرون ما يديوهاش. هو الفينال صاحبي، الفينال نيجيريا مركات بيتو ما حسبولهاش. يلا عقلتي عليه ولا ما عقلتي؟ لا ما على هذيك الساعه يلاه عندي عامين اخويا فؤاد. والله العظيم الا عاود الفينال ديال 88 نيجيريا والله مركات بيت الى انديسكوتابل وما حسبوش الاربيت. يلا عطاوها للكاميرون. و 2004 كونتر تونس. هذيك
هذاك المرض اللي مرضت انا في هذاك ذاك دار العام. الاربيتراج ميزون هذاك اه هو الاربيتراج ما قتلناش في كان ديك الماتش. اربيتراج ميزون. مع تونس اخويا فؤاد. ماشي زعما كان كيهرس اللعب وصافي، ماشي زعما شي واحد لا واحد اللقطه راه كانوا كيمشيو لك بدي تاكل اغريسيف وما كانش كيعطيك كفره، وانت كتمشي تحيد لهم كره عادي، وكان كيوقف لك الماتشات بزاف ديال الوقت. كان كيهرس اللعب. كيرس لو جو. هذيك طريقه خبيثه هذيك. اللهم شكون خرجنا في ديك الماتش؟ شكون خرجنا في ديك الماتش؟ يبس لي اللعب ما رجعش. شكون خرجنا في ديك الماتش؟ فهامي لا فهامي فهمي عاود الماتش. شو البيت الاول ما عند منجا، مع الطلال. ما عند نيبت. هو اللي مشى عندك الصح. النيبت اصاحبي، النيبت ما تهش معاه. ما تهش مع سانتوس. مع سانتوس بالراس في البيت الاول. عندك الصح. انت عندك احسن لاعب في عندهم احسن لاعب، انت تخليها صاحبي فين راه الماركاج انديفيديوال. ما دارش ليه ماركاج انديفيديوال بصح. ما دارش اصاحبي. وتا البيت الثاني ليرور ديال فهامي، ولكن بزاف الناس كتحامل على فهامي خصوصا في الماتش ديال الجزائر. راه عتقنا في واحد البيت من مورا البيت اللي ماركاو الجزائر، راه كانوا غيزيدوا عليك البيت الثاني. كون ما جبتش واحد الكره هو خرجها. واحد الكره الى مشكلتي هذيك اللي ضرب الشيراد فاش تلاح عليها. طلع عليها وجبدها كانت فهامي المشكل اللي كانت الفهامي اخويا سي المشكل اللي كانت عنده في هذيك لاكوب دافريك هو انه دار خطا جوج مرات. دار خطا مع جنوب افريقيا وكرره مع تونس. هذا المشكله اللي كانت عنده الوحيد. مع جنوب باش خرجنا واحد لواحد. فجرنا واحد شتا وطلقه. وطلقوا وعاودوا في واحد فؤاد خويا. شوف والله العظيم انت ولا عندنا تكونوا شفتوا هذه اللقطه هذه ديال 2004 مع جنوب افريقيا فاش داو طلقها وماركاو جنوب افريقيا ودير فيه النيبت واحد الشوفه. هذه النيبت تيقول لي عندك شوفه، تيقول لي انت درتي يا صاحبي درتي. لا ثاني بس كان كيدير فالطات مع شي برا. كيدير فالطات كبار النيبت ماشي كان كيدير شي فالطات. عرفتي شحال الفالطه خرجت علينا بالنيبت يا دينك مع جنوب افريقيا في 98 الماتش باش غلبونا ب2-1. ومع جنوب افريقيا 92 3-1 اخويا فؤاد. 2-1 3-2 نو 2-1. راه كان معاهم سميتو. شكون اللي كان معاهم؟ شكون داك المدرب؟ خلينا ندير 3-2 ديال 3-1 اللي في سميتو 3-2 اللي في 2002 هذيك 2002 انا 98 غلبونا ب2-1. اييه كان 3-2 وقيله في 2002 لا 3-1 كان فهميو النيبت في الديفونس في 98 2-1 في 98 لا 98 1-0 وكان ماركي علينا مكارتي الجنوب افريقي. كنا يلا جينا من المونديال. لا قبل من المونديال. لا كنا الكوب دافريك قبل من المونديال مشينا قبل من المونديال. مركا علينا مكارتي ومركا علينا ديك الطروا ديال سميتو ديال كان محترف بعد في فلايس روم ولا في جيفونتيس ولا ما عرفتش. بشير عليها من بعيد. مركاو 2-1 وكان مركا شيبان البيت التعادل. وقيل انا عقلت على مكارتي ماركا في 98 مركا الاول كان معاهم كيروش. ياه ربعونا ب2-1. عندك الصح اخويا فؤاد. وكان النيبت تبليسه تبارك. البيت الاول دخل الطاهر بلاصتو لعب 5 لعب بلاصه النيبت ديفونسور سونترال تما باش شقلبوا داك الطروا ديال جنوب افريقيا. عرفتي خلاها الله طار الخلوج لعب 5 والله لعب 5 ديك الماتش. عرفتي راه شوف ملي كتقول لي الطاهر لعب 5 ولاش ما كانوش عندو لي ديفونسور ولا كيفاش؟ كان دا داك التريكي والتبليسه ما دخلش. كان هو وروسي دونك هو كان داروسي وتريكي وفهمي والنيبت. لا فهمي ما مشاش في 98. كان تريكي
كانت الديفونس كان فيها التريكي والروسي والنبت. والنيبت ولا غيكون واحد زايد ضروري كانوا يكون. ما بقيتش عاقل شكون كان فيه، هو فهمي ما كانش، داكور. فهمي ما كانش. ياك ما كان نكروز. كان نكروز. كان كروز الله يرحمه. كان نكروز. وين كروز ما مشاش، مشى لا كوب دي مون ديك العام، كان كروز حتى هو الرابع. ما بغيتش نعرف الكارديان اللي كان ديك الساعه في بن سكري. بن في سكري. في لا كوب دافريك. بن سكري. في لاكوب دافريك. لا كوب دافريك كان مش برازيل. بن سكري، كان الاخر. كان كان برازي. برازيل الله يرحمه. الله يرحمه. وي. وهذا هي البالطا اللي دار هذاك اونري البرازيل ميشيل. هو اللي كان خاصو يلعب ديك لاكوب دي موند. هذا هي البالطا اللي دار اونري ميشيل. صراحه انت لعبتي الاقصائيات، لعبتي برازيل، وفي لا كوب دافريك لعبتي برازيل، ومشيتي لا كوب دي مود درتي بن سكري. لحقاش كان المغرب لعب واحد الماتش اميكال مع البرازيل، وكان بزكري دار بوم ماتش، كانوا غلبونا ب2-0 في البرازيل في الماراكانا. ماراكانا، فهمتي. وكان بزكري دار كوينه، حتى بزكري كان حاطو البصري فورما، فهمتيني. البصري هو اللي كان دارو في المنتخب. ولكن هو بن سكري كان واحد دار واحد الماتش واعر كونتر مصر. كان واحد الماتش خرجنا فيه 0-0 ودار واحد الماتش واعر ضد مصر. ليه في مصر ليه؟ في مصر خرجنا 0-0 وجبدوا واحد الكره من 90. ماشي دابا ماشي صوتا طار صوتا لا على في السماء، جبدها في السماء. صوتا على كرشو. كان عنده واحد التحيه كيتلاح قبل الكره. كيتلاعب عيني مغمضين. هذا انا مع الجزائر 2002 طلع قبل الكورونا ما ماركيو عليه، ما خرجش. الله صاحبي ما كان معمرني يعني الحمد لله. حتى ملي جاني سميتو نادر مياغري، حتى فاش جا نادر مياغري عاد تفاجئت شويه ليكيب ناسيونال من ناحيه الكوال. شوف شتي المغرب دازو فيه جوج كارديانات، الزاكي وبونو. الزاكي وبونو. الطار الاخرين غير لصق في الماتش شالو الدخل. عندهم مشاكل خايبه. شي ازمه. المشكله ديال بن سكري ما كانش كيخرج، كان كيسق لك في الكونطو فاصافاص وهو راجع. عزمي مع الوداد كان زوين، وكان مع المنتخب كيدير دي بون ماتش في الاقصائيات. وهني باش جا لا كوب دي مود 94 شيرا لي واحد السعودي مسترد. سميتو هذاك السعودي اللي كان ماركا، والله بقيت عاقل. تاميل جابر ولا ما عرفتش. تاميل جابر. لا ماشي تاميل جابر واقيلا. لا ماشي واحد بولحياه ما رجعش ميريكان كاع. دابا المشكله ديال ديك الكره ديال 94 كانت بحال الكره ديال 2010، بحال الشكل ديال جابولان. لا حتى الماتش كان مدهول. حتى واحد كما خرج ديك بولحياه الماتش مدهول. عرفتي اللي بدا واحد الفلطه ديال الماتش الفولو اللي خايب. كيفاش بانت لي انا ديك الكره اللي لعبوها 94 كانت كدير الفولو ملي كضربها لا بحال دابا اللي دار واحد الفلطه في 94 وصاحبي. انت الكره ما خارجه للكورنير ونايض كتاكلي السيد الحوليه. تقدر تعاود الماتش الا بغيتي عاودو. خاصني نعاودو انا هادشي كاع ما هضرت ليه. لا عاود الماتش ديال السعوديه والمغرب ديال 94 راني بدار واحد الفلطه عرفتي لا تغفر. السيد الكره خارجه للكورنير وباقي دقيقه 45 وانت تاكلي واحد لو تاكلا صاحبي وخرجوا واحد 0 بريمير ميطو 94 0 بريمير ميطو ولا باقي تعاقل. المشكله كنتي كدير دوميناسيون توتال لي ماتش، هذه هي مشكلتي. راه حتى في الماتش ديال 98 ديال ماكارتي 2-1 راه كنت احسن منه بمليون الف درجه، ولكن ما عندهم معاك الزهر. مش حتى اللي قال عليهم فؤاد، حتى لي زيرور ديفونسيف تا هما كيلعبوا دور كبير. ملي كتلعب انا نعطيك واحد ليكزامبل، كوب دي موند 2018 كوب دي موند 2018 درتي الكره وخسرتي جيتي حتى الرابع. 2022 كنتي كتسنى ولكن كومام كنتي كتمشي وكتكري لي زوكازيون، ولكن راه انت راه تي سوليد في لا ديفونس. فين وصلتي؟ دومي فينال. الكره كتلعب بالعقل
كتلعب بالتكتيك، كتلعب بالقراءه فيزيوناج، ماشي بحال انا كندير هاد لا كومباريزون ديال رونار مع وليد. كنلقى بان فريمون وليد الركراكي كنشوف انه قرا الخصوم حتى من الماتش ديال دومي فينال. مدرب حتى من الماتش ديال دومي فينال اللي لعبناه كونتر فرنسا، راه اول مره فرنسا بلي زيليمون اللي عندهم كسوسوا مبابي، كولومواني، غريزمان، هيرنانديز، جيرو، كي اكسبتي لو جو كونتر المغرب. واش الطريقه خويا ياسين اللي لعبنا بها 5-4-1 ضد فرنسا راه كانت هي الطريقه اللي مزيانه. كانت وما طريقه كانش هذاك مزيانه. اللي في بروميير ميطون وكون ما تصابش لينا سميتو رومان سيس. كانت هذيك كنشوف هي احسن طريقه تلعب بها ضد فرنسا. ضد فرنسا، ولكن واحد القضيه، اون فوا رجعتي لو سيستيم دو جو ديالك اللي هو 4-1-4-1 بديتي كتكري لي زوكازيون وشديتيهم. عرفتي علاش يا ياسين؟ حيت هذيك الساعه هما كانوا رابحينك ب 1-0 هما اللي خلاو لك الكره. شي فرنسا شنو دارت لنا الخطه اللي لعبنا بها حنا مع اسبانيا ومع البرتغال. فرنسا دارتها لنا كتسنى ما تقلبنا. اه والركراكي نايض كيبدل داير 5-4-5-3-2 زعما باش 5-3-2 ولا 5-4-1. ولكن المشكله المشكله هي انه لعب ديال بليسي. فرنسا. راه تا فرنسا ديدي ديشون راه ماشي مدرب بليد. راه تا هو عرف بان المغرب عنده لي بليسور، عرف بان المغرب عنده مشكل في لا ديفونس، غادي يلعب لك بواحد لو سيستيم دو جو. قال بحال هكا، قال اللهم نخلي لهم الكره. شوف تا الركراكي لعب شويه د العاطفه في ديك الماتش. عرفتي علاش؟ انت اشرف داري ما لعبتي تا ماتش، تا الدومي فينال عاد دخلو انت تيتولير. ولكن راه كان اوبليجي عليه يدخلوا لان توعتوا ليه اللعابه. كاين بانون كان تما ما بليسيش، كان لا بانون راه كان دخلوا راه في هذاك الماتش ديال ما دخلش بانون صاحبي. لا بلاتي اخويا دخل ياميق انا بالنسبه لي سميتو سايس، دخل الياميق وسايس ياك، ودخل معاهم سميتو كان واحد داري. شكون؟ داري ياميق وسيس وداري. توعد سايس، ما عقلتيش فاش داري بغا يديكاجي كورو داز ليه ما تشوفش ليه بلاتي. توعد سايس دخل سليم املاح ياك، لعب ولا لعب 4-1-4 عاد ولا لعب 4. هذه كيفاش شونجا التاكتيك. ولكن اش وقع ليه؟ شكون اللي توعد؟ راه توعد ليه ديفونسور اخر، توعد ليه داري، خرج داري دخل بانون. وعاود ثاني توعد ليه ديفونسور اخر ولا لعب مرابط. داري مابقاش خرج، داري خرج حتى التالي، ولكن راه واحد فيهم خرج. توعدوا داري خرج حتى التالي. لا عرفتي داك الهربه اللي فرنسا هي هذاك طاكله عليه هو يهرب ليه. واش طاكلا واحد لو داري كان طاكله على مبابي. ولكن هو راه توعدوا ليه لي ديفونسور كاملين في ذاك الماتش، راه بقى لاعب ديفونسور واحد وجا هبط مرابط في لا ديفونس، ولا لاعب مرابط في لا ديفونس في الاخر ديال الماتش. عقلتي يا فؤاد ياك؟ عقلت. دابا المشكله اللي كان هذاك الماتش هو انا لي زيليمون الوحيد اللي ما كانش خاصو يدخل هو رومان سيس، حيت كان موعد صاحبي يلعب لك 8 دقائق تسبب في البيت خرج. اما الطريقه باش بديتي الماتش هي باش كنتي غادي تحد الخطوره ديالو. هذاك اللي انا 5 في الديفونس كانت مزيانه. الاخوان كيدخلوا يتفرجوا فيه. هو ما تلعبش باللعاب بليسي. تحيه لاي واحد دخل، تحيه لاي واحد خونا معنا. قلت لك اخويا ياسين ما بالنسبه لي انا ما تلعبش بان جوار بليسي، وهذا هو المشكل. ودارت المره الثانيه مع جنوب افريقيا في لاكوب دافريك الاخر. المهم عرفتي شنو، حنا نديو هاد لاكوب دارات بعدا. هذا هو الله في لاكوب دافريك، هذا هو المهم. نديو كوب داراب نهار الخميس ان شاء الله. نهار الاثنين نبداو افتتاح ديال المونديال بشي نتيجه ديال كاس افريقيا. نهار الحد في العشيه، نهار الحد في العشيه مع 8. السلامي كيقول لهم هكا كيدير لهم من بعد راه الماتش الجاي. والله شوف اخويا فؤاد، انا فرحت لجوج الحوايج.
فرحت حيت السعوديه طارت بكل صراحه. وفرحت الحاجه الثانيه هو ان جوج المدربين مغاربه غيتلاقاو في الفينال. غير انا ما عمرني نكون جالس في شي بلاطو ولا نكون جالس في شي بلاصه ويسولني شي واحد ويقول لي واش المغرب ولا فلان هو شكون اللي غادي يدوز، ونقول ليه اللي ربح راه مزيان. لو ميور غادي. لا انا غنبغي نقول لهم المغرب. شو صاحبي يقول لي اللي ربح ما كاينه المغربه. ويلي. وسمعتي اخويا فؤاد، سمعتي ديك لا ديكلاراسيون سمعت ديال خيري. ديال خير يا ديال خيري. ماشي قضيه ديال هذا. عجبني هذاك اللي قال لهم سيروا لقلعه السراغنه تاكلوا الزيتون. سمعتي شي واحد من الجمهور واحد الاماراتي قال لهم سيروا لقلعه السراغنه تاكلوا زيت الزيتون. ترى انا دابا هادي هاتوا المغرب فيرسون الثالثه ولا ما عرفت فيرسون الرابعه ولا ما عرفت شنو هي هادي. دابا وصلوا نمشيو ناكلوا المنسف. خويا ناكلوه ما في التيران. انا بارك عليه ناكلوه ما في التيران. ناكلوه ما في التيران. هما اصلا غادي يدخلوا باش يخليوك تلعب الكره. من دابا نقولها لك هما داخلين باش يخليوك تلعب الكره. هما غيديروا وما غيديروا غير ديفونسيف ويلعبوا لك على لي كونتر. خليو لك الكره. انت خاصك دابا انا هاد القضيه ديال يخليو. عرفتي باقي كنعقل على واحد الهضره قالها تريزيكي ديال فرنسا. لاطاكون قال له دور الكره كي بغيتي في التيران. قال له دور طلع هو دير اللي بغيتي في التيران. قال له تو باس دون لا سيرفاس دو ريباراسيون. قال له لا سيرفاس دو ريباراسيون. قال لهم الفوت سي ماركي دي بوت. لا جينيراسيون ديال خويا الخوت. لا جينيراسيون ديال فرنسا ديال 98 انا كتبان لي احسن جينيراسيون دازت التاريخ ديال فرنسا هي هذيك اللي عقلت عليها. لا مزيانين. ايمانويل بوتي سميتو يوري جوركايف. شكون اخر عاوتاني تيري اونري. لا ما زيدان تريزيغي. هما اللي داو لورو 2000. هما اللي داو لورو 2000. داو لورو 2000 هادوك راه كانت اول جينيراسيون غادي تكون من هذيك كلير فونتين واقيلا ديال كلير فونتين. ايمي جاكي. هادشي علاش بغاو بداك النيفو حيت تعطاو كاع الامكانيات. نعم اخويا فؤاد. لا بولكسوت تبارك الله عليه. لاطيرال الا خدم على راسو غادي يكون باغمي لي ميور لاطيرو في البطوله. ولكن خصو يجي من الضفه الاخرى عندنا. ما يصلح لهم. خاصو يقطع الشانطي. شوف معايا شي لا شوف اللي حتى يجيو يدوشوا عندنا نسرقوه. ما عندهمش الماء. والله اخويا فؤاد اقسم بالله لا انا كنهضر معاك على الكره. شي كاينين شي لعابه ما الشكل ديالهم ما عنديش معاه، ولكن الكره كتحتم عليا انني نقول عليهم بانه لعابه مزيان. عندك بولكسوت وعندك رابع حريمات. والله اخويا لا عنده واحد طريقه اللعب. دوماج هاد لي دو جوور و لي دو كاتيجوري كيلعبوا في البطوله. انا بغيتهم يحترفوا بكل صراحه، يخرجوا من البطوله باش على الاقل يكسبوا شويه ديال الثقه، يكسبوا شويه ديال الاكسبيريونس، ياخذوا بزاف ديال الاحترافيه. ما يبقاوش في البطوله. لان صراحه انت كتشوف المستوى ديال الحريمات دابا في هذا الماتش ضد الامارات كيفاش كان تبارك الله. ماتش اللي داروا تبارك الله واعر. كريستيانو رونالدو راه متبعنا خير داخل كيتفرج. تبارك الله على سي كريستيانو. مرحبا به. مرحبا.
ويلكم شو لايف. عندي واحد الاخت ديالي هي داخله، اييه هي الاصدقاء كاين مزيان. هاد اللايفات هادو مزيانين، نهضروا شويه ندردشوا شويه ونجبدوا الذكريات. واللي باغي يدخل مرحبا. اييه والله خويا. شوف خويا فؤاد، انا درت مع عصام مع خي عدنان، آه. وقلت لي زعما نبداو نديروهم في لي ماتش ديال لا كوب دافريك. تبغي تطلع معنا خويا؟ مرحبا بك. مرحبا. غنشوفو سعيد مبشور ندخلو معنا. يا ويلي سعيد هو الاول. سعيد اصاحبي. اي هو يدير الدوموند وحنا تلقانا حنا الاولين مطلعين هنا. ما كرهتش والله، ما كرهت. الدراري ديال الجروب كاملين تبارك الله كلهم يدخلوا ونهضروا نديروا شي نهار كلنا ندخلوا، علاش لا؟ ما كاين مشكل. ولكن هذا راه نهار كبير اخويا فؤاد. والله يا سيدي لا مضخم. والله الا نهار كبير اللي سمعنا صوتك اخويا فؤاد معنا. والله الا شحال هادي مرحبا. راني حاضر ديما كندخل ورا كنستقسي الاخبار. واش غنقول لك، انا والله العظيم الا فاش شتك يعني قلت فؤاد ضروري خاصو يطلع. يلا عدنان ويزرب طلعك. صيفط لك لا دوموند. خويا سي شفنا فؤاد ما نطلعوش شو ما صار. ما صاحبي كاع ما نحتاج نتشاور معاك في هذا. الله يرحم الوالدين. اخويا فؤاد بغيت نسولك نعم. واحد اللقطه اليوم في الماتش ديال الاردن والسعوديه. ماشي بيلانتي. داك الشيء علاش بغيت نسولك لا انا. ماشي بيلانتي. شوف ملي لا، كتضرب قلت في ماشي الرجل وتطلع بيلانتي. اليد، ملي تضرب في الراس، تضرب في اليد، تضرب في لابور كاين في سميتو في لوكور، وعاد تضرب في اليد ما فيهاش بيلانتي. ولكن هذه راه ما ضرباتش هذه وقعت الجزائر، شي ضربات الجزائر مع الامارات. ضربات في الكوخ عاد طلعت. ضربت في الركبه وطلعت اليد، ماشي بيلانتي. واخا اليد مطلوقه. دابا ولاو كيهضروا على لا مان. دابا ما بقاش فولونتير ان فولونتير. الديفونسور سي ديفونسور ما فيهاش فولونتير ولا ان فولونتير، فيها اليد طبيعيه ولا غير طبيعيه. فهمتيني؟ اليد الطبيعيه شنو هي تكون مطلوقه. يعني حنا بطبعنا، الطبع ديالنا اليد كتكون مطلوقه. يعني الا قاستك الكره واليد مطلوقه راه ما فيهاش. اما الا قاستك ويدك ماشي طبيعيه، يعني ديكاليه على الكور شي شويه ولا مهزوزه، ولا راه بينالتي واخا ان فولونتير. ولكن اخويا فؤاد وين بور لي زاتاكون، واخا ان في لي زاتاكون كنهضروا على فولونتير وان فولونتير. تقيسو ان فولونتيرمون وتمرك البيت راه ما. خويا فؤاد، اللقطه اللي شفت انا اللي عليها البوليميك هي اللقطه ديال انه لعاب تيرا كره. ما عرفتش واش غتكون شفتيها ولا لا، وضربات ليه في هاد البلاصه، ولكن ما ضرباتش ليه لو كور، ما ضربات حتى شي بارتي في لو كور ديالو. مشات ديريكتومون في هاد البلاصه وطلعت. ماشاش انا هذه اللي تولتك عليها. انا بالنسبه لي ماشي بيلانتي. يرجع للفار. لا رجع ليها للفار. لا ما رجع لهم لا الفار لا والو. حدوه حتى يدي على ودنيه ديال لهم. والله ما شفتها. والله انا هذه كان في شي دقيقه 87 كان تيبان اللعاب ديال السعوديه واللعاب ديال الاردن كيبان لك بانه باغي يهرب بيديه. هي غادا طاح على اليد وكيبغي يهرب وقصوني. والله ما ديت ما جبت ما شفتهاش. ما رجع للفار، ما دار حتى شي حاجه. عاد تفكرها ديال الدوساري باش تيراها. ديال الدوساري ديال لا ما فيهاش بيلانتي هذيك، حيت قاص لي يديه. اش كتحسب هذيك اخويا؟ يدي كانت مجموعه هكا. ما كنبان لكمش انا. كتكون بحال دارت كاينه داير هكا. لا ماشي بيلانتي هذيك، لحقاش هو بغى ايفيتيها. بغى يهرب يدو. تبقاو عرفتي في هذاك البرنامج ديال المجلس اللي كيدير بقى ناس ديال الكاس، وتا واحد راه خرج من البلاطو اصاحبي قال لهم لا ما تقولوش لي بانه ماشي بيلانتي، الحكم ظلمنا وهادي وحنايا بغا يخرج. والله بغا يخرج. ودابا كيبرروا الهزيمه. الناس ديال السعوديه قال لك بيلانتي وما فيهاش. بصح اش قلتي اخويا عدنان؟ والله
قلت لك الناس ديال السعوديه لاعبين بالايغو، بصح ما غيتقلق. وزيد عليها شي يقول لها حتى الماتش ديال اللي لعبنا حنا ضد سوريا راك شفتهم ما قدروش انهم يلعبوا معاك اونغاجمون فيزيك، راه قال لك كنتو كضر. هذيك حتى هي دابا هذه ديال الماتش ديال سوريا. تا هو بغيت نسول خويا فؤاد، الماتش ديال سوريا نفس اللقطه اللي كانت بين مروان سعدان واللعاب ديال سوريا هي نفس اللقطه اللي دار امين ابو الفتح مع اسماعيل الخفيف في الديربي. لا هذيك بيلانتي ديال سعدان، بيلانتي شي لونغاجمون اللي دار له. دونك اكسي دونغاجمون كتسمى هذيك. سيفليتيها راه بيلانتي انديسكوتابل، ما سيفليتيهاش كيبقى التقدير لا ديالك. ديسيزون ديالك. ما هي بيلانتي اخاي هذيك، حيت حتى هي داروا على لحقاش ايماجين دابا داك الفوت هذيك وقعت في الميليو التيران والله حتى يسيف ليها كفروا. غادي يسيف لي كفرو. انا هو طالع فوق عرفتي طالع ودافع بحال مشى دفعوا من ظهرو. من ظهرو دفعوا من ما ظهر. بقاش راه هو ما طلعش، ما قاش الكره سعدان، راه قاس راس ديال اللعب. شنو هذيك غيكون حسبها في هي ماشي كفراج، هو حسبها في الكفراج غيكون بكل حياديه. كيفاش اخي فؤاد؟ قلت لك بكل حياديه بكل نزاهه بيلانتي هذيك. وشحال من واحد كيهضر على شي على واحد سميتو ديال الامارات راه طلع فوق اللاعب ديالنا في الكاريت 18 الا شفتيها ديال الامارات. واحد الوقيته راه واحد اللاعب ديال الامارات طلع فوق اللاعب ديالنا وطلع له فوق ظهره. لاحظتيها عندنا عقلتي عليها اليوم ولا اليوم؟ ما تفرجتش في الماتش، كنت نجيك من الاخر اخويا فؤاد، انا كنت ناعس وقت الماتش. عرفتي طلع في القلب. شحال من واحد كيقول لك بيلانتي، كانوا شي وحدين معايا قال لك بيلانتي وين لا لحقاش اللاعب اللي كانت مع وليد ازارو مليمه اللي كانت مع طنان. مع طنان يمكن واحد في الكاري ديال ولكن الامارات شحال من واحد قال لك بيلانتي وهي ما فيهاش بيلانتي لحقاش طنان ريفيزا لو جو. ملي كدير ان روفي دو جو وما كتهزش مع اللاعب كيتهز سميتو كتكون الفوت ليلو هو واخا فهمتي، لحقاش كدير له ان ريسك باش يطيح. ملي ما كتلعبش كره نتايا هو كيتهز راه يقدر يطيح يتهرس بصح كيتسمى ان روفي دو جو. دونك فالطه ديالو اللي هذاك اللي طلع واخا يطيح عليك. وما كانش اخويا فؤاد بالنسبه للاعب ديال الامارات ما كانش شي لعاب كان خاصو ياخذ حمراء في واحد لا سيمين كان بغى يوقف طنان ويتيري. ما ديت ما جبت انا ما شفتش حتى كونتر اتاك كان لاعبين الكونترا، كان طنان طالع هو حمد الله في كونتر اتاك وبلاصه باش ما قدرش يوقفوا ضربوا في واحد البلاصه اللي خايب. لا 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 عرفتي ضرب طنان لا شفتهاش، لا ما فيهاش الحمراء. حتى الاربيط واقيلا خلى لافونتاج يمكن في هذيك. احسن حاجه داروا في هذا بقوا داك القانون ديال 2 دقائق. ما كانش داك الطيوح بزاف وما كانش بزاف ديال الحوايج. واحسن قرار اخر داروا هو ملي جابوا لي زاربيتر ديال اوروبا ديال ليترونجي. هذا احسن. قال لك في الفينال غادي يحكم اربيط من عمان. فين ديال من يا ربي الله هذاك محمد الكاف ولا ما عرفتش سميتو. الله يا ربي الله. سمعتها قبيل كانوا كيدويو عليها في بين سبورت قلت الا دابا لنا هذاك راه مصيبه. دوله جيت دير في كومبيتيسيون كلها فيها حكم واحد اللي هو اردني داك القرع، وجيتي دابا حتى الفينال غادي دير حكم عماني. هذاك راه احسن حكم في العرب اللي دا يمكن هذاك القرع. ذاك القرع داك الشيء عطاوه الفينال. دار كومبيتيسيون زوينه هذاك. ولحد الان ما دارش زعما شي فالطات ولا دار دي بون ماتش سوا. هو تبارك الله تيدير بحال كولينا في التحكيم ديالو. راه تما كولينا هو اللي كيعطي لي ديسيزيون ترينينغ. شفتي كولينا هو العين. هاد القضيه ديال 2 دقائق خويا ياسين كون ما داباش كون لقيت شي مصريه اللي معاك في الفينال
ماركي عليك بيت ومشي. هذه مفروغ منها، هذه مفروغ منها. ولكن واخا هكاك، شوف الشعب الوحيد، انا كنقول الشعب الوحيد اللي كيفرح ليك راه هما هادوك، باش نكونوا متفقين. شوف حيد أما دير واحد الفرق بين الشعب وبين ثقافات الشعب وبين ثقافات الكره ديال داك الشعب. غتفرح ليا مرحبا، ولكن باش لا تسطيني انا في لعبك لا. لا انا كنهضر على ثقافه ديال الكره ديال داك الشعب، اما انا كنهضر على الكره، فهمتي؟ الا كانوا هما دابا، حيت كنتبع داك الشيء اللي كيقولوا، وهذا تيبانوا ليا بانهم هما عندهم عندهم هذاك التعاطف مع الكره المغربيه، وفين وصلات لا جينيراسيون لي اللي داو لي كوب. هذاك الشيء علاش هما انا راه خديت دوزو، هما واحد القضيه بايسين، راه كويريه ودوزو الكره وكيعرفوا عندهم المنتخب اللي تاريخ في كيلعبوا. الكره هادو، عدنان والله اخويا اللي عندهم تاريخ اخويا ديال الكره هادوك. دوزو مصر لعابه كبار، مصر دوزو لعابه كبار. غادي من راه انت ملي كتكون كتفهم في كره ولا الادفيرسير اللي لاعب قدامك كيكون احسن منك، راه كتقول هذا احسن مني، راه عادي. المشكله هي انك انت ما كتكونش كتفهم في الكره وكتكون متعصب. العاطفه دابا حتى فاش انا اللي ريحت دماغي بصراحه، ريحت دماغي في واحد الحاجه، انني عمرني ندخل العاطفه للقاموس ديالي. نهار كتكون مثلا الوداد، كتكون الوداد مزيانه كنقول الوداد راه مزيانه، كتكون الوداد خايبه خاصها الخدمه، خاصها لي ريكروتمون، خاصها هذا كنقول الوداد راه ما كتعجبنيش هذا العام، راه خاص. ما عمرني نمجد فرقتي وهي ناقصه، كنبغيها ولكن يشجعوها لا بيان سور نشجعها، ولكن ما نقولش بان لا كل شيء مزيان. لا الا ما كانش حاجه مزيانه غنقول شي حاجه ما مزياناش. هادشي الشيء احسن فرقه في التاريخ با ياسين لعبات الكره، وراه ما كانش فيها كلشي مزيان. ما عمرك كتلقى فرقه فيها كلشي مزيان، بصح ضروري ما غتلقى دي بوين فيه. والله اخويا عندنا الا دابا ريال مدريد 15 تشامبيونز ليغ دابا كنقول اكطوالمون، والله ما انا ريالي وفؤاد تا هو ريالي، والله العظيم الا عمرني كرهت الريال حتى كرهت الريال هذا العام. شوف شي انشيلوتي كان العام اللي داز كيفهم الكره وكيعرف المبادئ ديال الكره وكيعرف الجوار بالجوار. واش هو ما كانش كيدخل اردا غولير غير هكاك؟ اش ما كيقدمش الاضافه صاحبي. انا هذاك والله ما نقبلو في الريال مدريد اردا غولير. وانت هادي دابا 17 الماتش وانت كديرو تيتولار، شنو عطاك اصاحبي هاد اردا غولير؟ حيد عليك الزمر اصاحبي، صافي حيد عليك. انت باغي تصلع منه مودريتش بالسيف؟ عمرو يوصل لمودريتش اصاحبي، حيد عليك. واش كيدير ليه؟ لي شوا طاكتيكا ماشي بحال ماك شنو دار اش كيدير ليه دابا؟ اش كيدير اردا غولير؟ يا اما كيديكاليه ا دروات كيلعبوا الي، ولا كيدخلوا الميليو. فاش كيدخلوا الميليو كيلعبوا وحده بيلينغهام. راه ملي كيتلعب غولير وبيلينغهام معمر هاد الكومبينيزون هادي غتعطيك بلوس، حيت لامين كان كيجي. دابا هو هذيك اللي صعيبه. شتي الفلطه اللي دار هاد المدرب ديال الريال سيت سميتو تابي الونسو كيطلب من اللاعب يدير شي حوايج اللي ما قادرش عليهم، داكشي باش كيتبليساو. فهمتي؟ دابا صاحبو راه كيضرب الالمان، صاحبو كيضرب ليفركوزن تما فرق عيانين باش دير الضغط المستمر الماتش كامل. وراكم كتلعب مع البارسا ومع فالنسيا ومع اف سي سيفيل ومع بيتيس سيفيل ومع الناس كيطحنوا كره، ما تقدرش دير داك البريسينغ في الماتش كامل. الا درتي البريسينغ في الماتش كامل راه كتقتل اللاعب. خصك الماتش خصو يتبدل الريتم ديالو، كتهبط لا كادونس وكتولي تطلعها. واحد الوقيته تلعب بحال دابا الريال مع زيدان ولا مع اونشيلوتي، بارفوا كتلقى الريال كامله في الديفونس والاخرين كيدوروا كره، فهمتيني؟ كينعسوا الفرقه وكيمشوا عليك وكيمشوا بليكم وكيوليو عاوتاني باش
واحد الوقيته كدوز واحد 5 مينوت واجي حيدها للريال والله ما تحيدها، وحتى البرشا كدير هاد اللعب هذا. دابا خويا هذا هي باقي الكره. الفرقان ملي بدا الماتش وانت ضاغط على الجول، ضاغط هنا بنادم ما يكملكش حتى 45 مينوت. هذيك راه خطه ديال بلاي ستيشن هذيك. وفي التالي ها هو شحال دابا ديال لي بليسيور عندك 15 واحد من بليسي. يلا عندك لعابه دابا، عندك لعابه بحدودين في لو سيستيم دو جو في الميليو تيران. عندك ان سول ريكوبيراتور، عندك لعابه ميتين في لو كوتي باستثناء انا واحد اللي كيدير لا ديفيرونس في الريال في لا لين داتا كامله هو كيليان، هو اللي كيدير ديك لا ديفيرونس، هو اللي كيماركي، هو كلشي. حتى رودريغو مزيان في انا الصغير. خويا فؤاد يلا غنهضر على رودريغو في الماتش ديال مانشستر سيتي فاش ماركا. قلت بحال هكا وانا كنتفرج، قلت والله الا بزز منه بغيتو ماركي بزز من تشابي الونسو. ما كيلعبوش ما كيلعبوش شي داك فينيسيوس والله ما لعبو والله حتى كارثه. حايد واش ما شي هذاك يطلق فينيسيوس اخويا فؤاد ما كنقولش زرق، حتى اللي قلت زرق راه انا اللي زرق. فينيسيوس طماع وما كيلعبش لو جو كوليكتيف. لا فينيسيوس عرفتي شنو؟ ما نضش اني با باتور، في عقلك ما تعلمش بنزيما وما تعلمش بشي الاخر. وتا الكوتش ديال الريال ما كيلعبش ليك على الكاليتي ديال فينيسيوس. ما غيلعبش على الكاليتي ديال فينيسيوس علاش هضرنا عليه قبيله. فينيسيوس واحد اللعاب شي عاد دابا ولا كيعطي لي باس، عطى اسيس لرودريغو. فينيسيوس شي قدام بوطو وحداك اللعاب ما يعطيكش، غيضربها واخا تزقل. هذاك الا كيدري بلي البابا غيدري بليه. وهو شوف خويا فؤاد راه تعقل على روبينيو داز في الريال، عقلتي عليه؟ ما عقلت لا يا ودي. روبينيو تكنيكمون انا كيبان ليا كان روبينيو بهذاك شويه التكنيك اللي عنده كان احسن دابا من فينيسيوس من داكشي اللي كيعمل. هذاك كان يكون احسن لاعب في التاريخ. عنده في رجليه كويري كان صعيب كيخلق لك الفارق. واخا فينيسيوس ماركا في تشامبيونز ليغ ودارو، ولكن راه عمرو بغى كما قال فؤاد عمرو بغى ينضج. خويا ياسين شي اي لعاب كيف ما بغى يكون نوع كويري بزاف وما كيعطيكش حل، ما كيعطيكش حل قدام الشبكه. غنسى عمرو غياخذ البالون دور، عمرو يكون من احسن اللاعبين في العالم. كاينين كلام الكاليتي ديالهم كبيره ولكن الحلول ما كيعطيوهاش. اي ماتش راه عنده مشكل. اي ماتش هذاك جلستو هذاك تبقى تلعب غير 4 ساعات تاليه صافي يتعلم. مع فالونس ولاو الجمهور والفرقه والاداره وكل شيء ولاو عارفين فينيسيوس معصب كيلعبوا عليه. علاش ما تدخلش دير عقلك في الكره وتلعب؟ لا دابا ولاو كيخرجوه من الماتش، كتولي الريال لعبه ب7 اكزاكتومون كتولي لعبه ب9 ب10 قول ب10. قال جاك النعاس اخويا فؤاد. غادي يجيبها بكشه. ايوا سيدي حتى دابا ان شاء الله الا بغيتو ان شاء الله بحول الله. مرحبا خويا فؤاد. مرحبا. حنا الله يحفظك. اغلبيه دابا اول مره كندير اللايف ما عرفتش كندير نخرج، كاين شي باب كاين شي ساوس. لا غير وريك على هذيك صافي كيتي بوحده فين راه كيتي ما كاينه الفوق. كاين واحد الكروه الفوق. هذه وتهلاو راسكم. بحال تحياتي لك اخويا فؤاد. تحياتي اخويا فؤاد ومرحبا بك معنا في اي وقت. الله يحفظكم. الله يحفظكم. مرحبا خويا ياسين. خويا عدنان
وقيلا نحبسوا هنا تنعاودوا نطلقوا لايف 3 ان شاء الله. عقليا شويه يلا اييه ناكلوا الناس ماشي مشكل ان شاء الله ان شاء غدا الله نهضروا عاوتاني نطلبوا من على الاخوه اللي كيتفرجوا فينا انهم ينضموا معنا ويكون خير ان شاء الله. ان شاء الله. تحيه لاي واحد كان تفاعل المهم راه معنا هذا في اللايف او حتى هذا الغدا ان اللايف شاء الله اخويا ياسين بحول راه غادي نلونسيه في يوتيوب. هذا ديال دابا. هذا ديال دابا ملي غادي نسالي غادي نحطو في يوتيوب. صافي ان شاء الله اخويا. مرحبا اخويا عدنان. والله الا بغى الله تحياتي ليك. وتهلا ليا في راسك الله تغطى يحفظك. قالوا لي كاينه الشتا. كاينه والله الا تبارك الله كانت. الله يرحمنا. الله يعطيها على الله قدر يرحمنا واللهم لك الحمد. قبل من نساليو اخويا اللايف نعاودوا نجددوا الرحمه على الناس ديال الاسفين الله يرحمهم، واللي مصاب الله يشافيه، ونتمناوها ان شاء الله تكون اخر الاحزان. ان شاء الله تكون اخر احزان وما يجي غير الفرح من هنا لقدام. هكا كيبقى قضاء وقدر وانا لله وانا اليه راجعون. شكرا لك اخويا ياسين وشكرا لاي واحد كان متابعنا، وتحيه خاصه لخويا فؤاد والاخوان ديالنا ديال الجروب تا هما، وان شاء الله ما غيكون الخير من هنا لقدام. ان شاء الله. تحياتي اخويا ياسين ان شاء الله ليا في راسك. على خير. لا بونوي. اخوتي نعاودو نشوفكم مره اخرى في ساعه الخير. شكرا بزاف. ميرسي.